لحظات على البداية، لحظات على الانطلاق. المغرب في الصدارة وضمنت التأهل بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة ب6 انتصارات من 6 مباريات بنسبة 100% ما شاء الله. زامبيا في المركز الثالث. في المركز الثاني هناك تنزانيا اللي هتستضيف ابراهيم دياز مع عز الدين أناحي، كل دول على دكة بدلاء المنتخب المغربي في هذه المباراة. غلطة جول، غلطة وجول. يوسف النصيري روعة، يستغل الخطأ المبكر، وفي الدقيقة 7 يتقدم يوسف بأول أهداف أسود الأطلس في هذه المباراة. الضغط نجحوا ان هم يضغطوا، نجحوا ان هم يغلطوا الحارس نساباتا والدفاع الزامبي ويوقعوهم في غلطة كبيرة جدا يستغلها يوسف النصيري ويسجل هدفه الدولي رقم 24 في مسيرته الدولية مع المنتخب المغربي. ادي يوسف نجم فنربخشة اللي كنا بنتكلم عليه في بداية المباراة. ادي الغلطة، شوف الضغط، وادي الغلطة الضغط عليه، اتقطعت، راح لمسة على طول، لمسة واحدة تكفي يا جو، لمسة واحدة تكفي من يوسف النصيري ليسجل اول الاهداف. لحظة خروج الحارس ومحاولة تصحيح، هو خطأ مشترك الحقيقة، ما تقدرش يعني، هو برضو اداله الكرة في موقف صعب ومضغوط ومزنوق، والضغط المغربي كان رائع. من مين بقى اللي ضغط؟ بلال الخنوس هو اللي ضغط، هو اللي صنع، هو صاحب الاسيست ليوسف النصيري. يبقى اول طويلة امامية، محمد الشيبي تصل الى ساكالا، المواجهة لن تتوقف. ساكالا استلم خطير، ساكالا طمع فيها، ساكالا والحسن الحظ ان هو طمع فيها وراح في زاوية صعبة جدا ومقتولة تماما يعني في مواجهة، او راح على خط المرمى بيضحك، لكن هو الحقيقة فيها طمع كبير يعني، اتلعبت له بشكل رائع ورا. الشيبي انطلق ورفع راسه لكن طمع فيها ولعبها بشكل سيء في الشبكة من بره. بقول لحضراتكم فشل ساكالا لاعب خطير جدا، مهم جدا، اليوم بيعتمد عليه المدرب وبيبدأ بيه من البداية، لكن هو واضح ان المواجهة حمزة اجمان ويريح الكرة بالراس لكن ما تكملش. كينجز كانجوا يتقدم من ناحية اليمين، فين يوسف ضغط عليه يوسف، لكن كينجز كانجوا يعدي يا بونو. مين يقدر على ياسين؟ هدف التعادل بيضيع من المنتخب الزامبي بتصدي اعجازي من ياسين بونو. خلينا، مش مهم الركنية، مش مهم، ورينا الإعادة، ورينا التألق، ورينا الإبداع والإعجاز الكروي. شوف الكرة رايحة، مش ممكن، من على خط المرمى وهو رايح ورمى نفسه خلاص ناحية اليمين للكرة. الهجمة الزامبية ما زالت مستمرة، لكن سفيان يا ولد، سفيان أمرابط يحل كل المشاكل ويبعد الكرة، ثم تأتي صفارة النهاية للشوط الأول. أصدقائي المشاهدين، التقدم للمنتخب المغربي، التقدم لأسود الأطلس بهدف عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 8 من عمر هذه المباراة. خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني. نلتقي من جديد بعد هذه الاستراحة القصيرة. محمد مساعد او حكم رابع والطاقم بالكامل من بنين. تاني تسديدة يا ولد، مش ممكن الهدف، مش ممكن الجول. روعة. الهدف المغربي الثاني بكرة من حمزة اجمان، يصطاد نساباتا ويلف جسمه تقريبا 180 درجة كاملة، والعلامة الكاملة يا حمزة، والعلامة الكاملة لأسود الأطلس إن شاء الله. حمزة اجمان يلف، شوف الكرة ورايحة صاروخ لا يصد في أقصى الزاوية، وبحسة التوجيه، بغريزة التوجيه. هو مش شايف المرمى لكن رجله شايفة، في عينين في قدم حمزة اجمان، وبدون أن يرى المرمى الكرة عارفة طريقها. ميغيل تشايوا يلعبها أمامية لكانجوا مرة أخرى، الكرة يا ياسين، نعيد ونكرر، مين يقدر على ياسين مرة واثنين وثلاثة، مش ممكن. أمامية مرة أخرى من على حدود منطقة الجزاء، يدخل جوه المنطقة ويسدد فاشن ساكالا الخطر الأكبر
الخطر الأكبر فاشون ساكالا. بالفعل لاعب جيد، لاعب مزعج جدا جدا لأي دفاع بتحركاته، بمهاراته، بمحاولاته الهجومية، بتسديداته، وبيعرف يسجل كمان، بيعرف يجيب جول. لكن هو يعيبه فقط العصبية، وإن بلال الخنوس هو اللي طلع الكرة بره الملعب. لعب الكرة مرة تانية، عرضية من كانجو، مش ممكن ياسين يضرب من جديد مرة أخرى. ياسين يتألق ويمنع هدف، والعارضة أنقذت أيضا هدف مؤكد. شوف الإعادة أهو، آدي الكرة، بص شوف، آدي واحدة أهي فاتت في العارضة وعلى الخط، اتردت مرة تاني. بص بقى ياسين على طريقة حراس الهاندبول، على طريقة حراس كرة اليد، طلع وفرد جسمه كله، ايدين ورجلين، وخلاها ضلمها امام المهاجم الزامبي. اهي بص شوف دي اهو، تعال راح فين، جاب الكرة وانقذها ومنع تسجيل هدف زامبي مؤكد. ثالث هي الاخيرة للمنتخب الزامبي. هجمة تتلعب عالية يبعدها ادم ماسينا، وفي هذه اللحظة بالفعل حكم اللقاء يكتفي بهذا القدر ويطلق صفارة النهاية. الرصاصات النحاسية الزامبية كانت في شنك اليوم أمام النجوم المغاربة. ديما مغرب الفوز 2-0، العلامة الكاملة وبنسبة 100%.